تعد الفنون القتالية من أشد الرياضات تنافسية، وأغلب المقاتلين يبحثون عن المجد والصعود لقمة الهرم، والكثير منهم يدفعهم حبهم لهذه الرياضة للعودة للمنافسة مجددا بعد إصابة خطيرة أو حتى بعد اعتزالهم. وهناك الكثير ما يحكى عن عودة المقاتلين بعد غياب طويل، فاليوم نتحدث عن الجانب المظلم لعودة المقاتلين، وعن أكثر 10 أبطال تعرضوا للإهانة بعد عودتهم للمنافسة مجددا. تشاك ليدل ضد تيتو أورتيز 3 في قمة عطائه دي آيسمان. تشاك ليدل كان من أكثر المقاتلين المخيفين في هذه اللعبة، فبطل اليو اف سي قام بالفوز بالضربة القاضية على أفضل المقاتلين من بينهم راندي كوتور وأليستر أوفريم وكذلك تيتو أورتيز. ولسوء حظ تشاك ليدل ومعجبيه فالسنوات الأخيرة من مسار دي آيسمان كانت كارثية، وقام بعد ذلك بالاعتزال حيث انهزم 5 نزالات من أصل 6 نزالاته الأخيرة، وسقط بالضربة القاضية 4 مرات، وأخيرا وبعد سقوطه بالضربة القاضية في الجولة الأولى ضد ريتش فرانكلين في يونيو من سنة 2010. فأيقونة اليو اف سي قرر الاعتزال بعد مسار طويل، وبعد مرور 8 سنوات منذ هزيمته من فرانكلين وفي سن 48 قرر تشاك ليدل العودة للمنافسة لمواجهة عدوه الأبدي تيتو أورتيز الذي كان بدوره في سن 43، وكان النزال تحت إشراف أوسكار دي لا هويا جولدن بوي بروموشن. وفي النزالين السابقين تمكن ليدل من السيطرة على أورتيز وأسقطه بالضربة القاضية لمرتين، ولسوء الحظ في هذه المرة كانت الأمور مختلفة تماما، وتعرض ليدل لهزيمة مذلة وقام أورتيز بإسقاطه بالضربة القاضية خلال الجولة الأولى، وبعدها قرر تشاك ليدل الاعتزال نهائيا. بي جي بان ضد فرانكي إدغار 3، وبعد فوزه بلقب اليو اف سي في فئتين مختلفتين، بي جي بان أخذ سمعة كأحد أفضل المقاتلين على مر التاريخ وأحد أبرز النجوم في عالم الأمامة في وقته. وفي سنة 2010 تعرض بي جي بان لعدة نكسات وقرر بذلك الاعتزال من المنافسة، وبعد مرور الكثير من الوقت عن قراره فبطل الوزن الخفيف كان أمله العودة للمنافسة مجددا والحصول على مراده. وبعد سنة ونصف من آخر نزال له عاد بي جي بان للمنافسة مجددا في يوليوز من سنة 2014 ضد المقاتل الشرس فرانكي إدغار للمرة الثالثة في مسارهم. وفي نزالهم الأول كان جد تنافسي وفاز خلالها إدغار بإجماع الحكام، وفي نزالهم الثاني كان إدغار أشد سيطرة وفاز بارتياح أكبر. وأراد بي جي بان أن يقوم بالنزال الثالث، وكانت أمنيته الفوز على عدوه اللدود فرانكي، وكان المنافسين دخلوا لبطولة The Ultimate Fighter كمدربين استعدادا لنزالهم المرتقب. ومن الطبيعي في عودة بي جي بان لم تكن كما يحب، وفاز فرانكي إدغار بسيطرة مطلقة وقام بإنهاء بي جي بان في الجولة الثالثة ولسوء الحظ. وبعد هذه الهزيمة القاسية تراجع مستوى بي جي بان وانهزم بعد ذلك ب4 نزالات متتالية قبل أن يتم عزله من اليو اف سي سنة 2019. كونور ماغريغور ضد حبيب. وفي الرجوع إلى سنة 2016 دينوتوريوس كونور ماغريغور صعد لقمة المجد في الفنون القتالية بفوزه على إيدي ألفاريز، وأصبح بعدها أول بطل لفئتين في نفس الوقت في تاريخ اليو اف سي. وبالرغم من إنجازه التاريخي قرر كونور أن يبتعد عن المنافسة في الأمامة، وذلك بسبب ازدياد مولوده الأول، وكذلك بالقيام بلقاء مغرٍ في الملاكمة ضد الأسطورة فلويد مايويدر. وبعد سنتين بعيدا عن المنافسة قام كونور ماغريغور بعودة تاريخية في سنة 2018 ضد المقاتل الداغستاني حبيب بطل الوزن الخفيف وقبل اليو اف سي 229. كان هناك عدة حوادث وملاسنات حادة ونابية بين المنافسين لنشهد أحد أكثر العداوات في تاريخ الرياضة، وكان النزال لصالح حبيب واستطاع أن يسيطر على منافسه خلال أغلب فترات النزال، وقام بالإطاحة به عدة مرات. وخلال 4 جولات استطاع حبيب إخضاع منافسه ودفعه للاستسلام، وكانت عودة غير موفقة للمقاتل الإيرلندي. راندا راوزي ضد أماندا نونيز. تعد راندا راوزي من أكبر نجوم الأمامة ومن أكثر البطلات سيطرة في تاريخ اليو اف سي، وبعد الهزيمة الغير متوقعة ضد هولي هومز في اليو اف سي 193 فالمصارعة الأولمبية قررت بعدها الاعتزال من الفنون القتالية. وبعد سنة من ذلك قررت راوزي العودة للمنافسة مجددا في اليو اف سي 207 في ديسمبر من سنة 2016. ولسوء الحظ كانت منافستها بطلة بانتام وايت أماندا نونيز، وكانت مفاجأة للكثيرين حيث قامت نونيز بالقضاء على منافستها بسهولة كبيرة بعد 48 ثانية فقط، وذلك بالضربة القاضية، وأثبتت بذلك أماندا نفسها كأحد الأرقام الصعبة في الأمامة النسائية. وقامت بكتابة السطر الأخير من
عصر راندا راوزي، وبعد تلك الخسارة قررت راوزي الاعتزال نهائيا. بين أسكرين ضد جايك بول، وبعد فوزه المثير للجدل ضد روبي لولر تعرض بين أسكرين للسقوط بأسرع ضربة قاضية في تاريخ اليو اف سي، وبعد تلك الهزيمة انهزم بالإخضاع ضد داميان مايا في اليو اف سي فايت نايت 262. وبعد هزيمتين متتاليتين، فالمقاتل الذي سيطر على الوزن الخفيف المتوسط في بيلاتور لمدة من الزمن قرر الاعتزال بعد 3 نزالات فقط في اليو اف سي. لكن بين أسكرين عاد لعالم الرياضة من جديد بعد موافقته على عرض مغر ليواجه نجم مواقع التواصل الاجتماعي جايك بول، فالمنافسان كانت بينهما عدة ملاسنات في الواقع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، الشيء الذي خلق الكثير من التشويق في لقاء الملاكمة المنتظر. وبالرغم من الضجة الكبيرة كان النزال في جانب واحد، واستطاع جايك بول بالإطاحة ببين أسكرين بالضربة القاضية في الجولة الأولى بلكمة يمينية قوية. وبعد قيام أسكرين قرر الحكم توقيف النزال بعد دقيقة و49 ثانية من بداية النزال، وكانت هذه نهاية مذلة لبين أسكرين وخلاصة مساره في الملاكمة. ألكسندر غوستافسون ضد فابريسيو ويردوم في اليو اف سي 165. ألكسندر غوستافسون صدم عالم الأمامة حيث قدم أحد أقوى النزالات ضد أسطورة الوزن الثقيل الخفيف جون جونز، وبعد نزاله وأدائه الخيالي ضد جونز أصبح نجما، لكن مساره كمقاتل عرف انحدارا كبيرا. ومنذ اليو اف سي 165 انهزم المقاتل السويدي في 5 نزالات من أصل 8 داخل القفص، وبعد هزيمته القاسية ضد أنتوني سميث في دياره ستوكهولم السويد، فصاحب 32 سنة قرر الاعتزال وبشكل غير مفاجئ، ونظرا لسنه الصغير قرر العودة من جديد وصعد للوزن الثقيل ليواجه البطل البرازيلي فابريسيو ويردوم في اليو اف سي فايت ايلاند 3. وأضاع ويردوم بداية منافسه في الوزن الثقيل، ولم يستطع غوستافسون مواجهة أداء ويردوم الأرضي وقام بإخضاعه في الجولة الأولى. وبالرغم من هذه النكسة قرر غوستافسون البقاء في الوزن الثقيل وغاب على القفص مدة طويلة بعد تلك الهزيمة. رويس غرايسي ضد مات هيوز. رويس غرايسي كان من النجوم الأوائل في اليو اف سي، وكان له دور مهم في التعريف بالجوجوتسو البرازيلية للجمهور. وفي السنوات الأولى من بداية اليو اف سي كان غرايسي بطل لا يقهر، وفاز ب3 مسابقات في اليو اف سي من أصل 4، ولم ينهزم لمدة 11 نزالا متتاليا في اليو اف سي. وبعد 11 سنة بعيدا عن اليو اف سي وفي سن 39 عاد غرايسي للقفص مجددا ليواجه بطل الوزن الخفيف المتوسط مات هيوز في ماي من سنة 2006. وجاء غرايسي من عصر حيث كان المقاتلين يتخصصون في شيء واحد، ولكن بعد ذلك تطورت الامامة كثيرا، وتمكن هيوز من الإطاحة بمنافسه والقيام بأسلوب جراوند اند باوند، وفاز بالضربة القاضية خلال الجولة الأولى. وعلى الرغم من خسارته ضد مات هيوز لا يزال مسار غرايسي مميز ب11 فوزا وهزيمة واحدة وتعادل. فرانك مير ضد مارسيو كروز. بعد إخضاعه لتشام سيلفيا خلال دقيقة واحدة في اليو اف سي 48 أصبح بعدها فرانك مير في القمة وأصبح بطل الوزن الثقيل في اليو اف سي. ولسوء الحظ لم يدم على رأس الوزن الثقيل طويلا بسبب حادثة بدراجة نارية، ولحسن الحظ استطاع فرانك مير أن يظل على قيد الحياة بعد ذلك الحادث والسعادة كامل قواه. وبعد مرور سنة ونصف من ابتعاده عن المنافسة عاد بطل اليو اف سي مجددا في اليو اف سي 57 ضد المقاتل المختص في المصارعة وبطل العالم في الجوجوتسو مارسيو كروز. وكان مير غير قادر على مواكبة كروز، وسيطر المقاتل البرازيلي على مير وفاز بالضربة القاضية خلال الجولة الأولى. ولم تكن عودة فرانك مير موفقة ولم يستسلم، وأراد أن يسترجع حزامه من جديد وقام بالفوز على أنطونيو رودريغو نوغيرا بالضربة القاضية في ديسمبر من سنة 2008. كان شامروك ضد كامبو سلايس في منتصف التسعينات. كان شامروك أحد أكثر المقاتلين رعبا وشراسة في عالم الفنون القتالية، ولسوء الحظ فالمقاتل الأسطوري كانت عودته للمنافسة غير موفقة. وفي بيلاتور 138 وفي سن 51 كان شامروك عاد للمنافسة مجددا ضد كامبو سلايس، وبعد 5 سنوات بعيدا عن عالم الرياضة. ولسوء الحظ فبطل اليو اف سي السابق تغير شكله من أثر الهزيمة، وبعد إخضاع غير موفق تعرض شامروك للكمات متتالية أسقطته أرضا حيث كانت لا تؤثر عليه سابقا في مرحلة تألقه. وعاد مجددا للقتال في فبراير من سنة 2016 وبعد خسارته بالضربة القاضية ضد عدوه اللدود غرايسي. وبعد ذلك فنجم WWE اعتزل نهائيا من الأمامة. جايسون ميلر ضد
ضد ماتياس كيافيلين. جايسون ميلر عرف أكثر بمشاركته في البرنامج الشهير تي في شو بولي باتش داون، وكذلك شارك في بطولة The Ultimate Fighter كمدرب في الموسم الرابع عشر، وبعد نكسته بهزيمتين متتاليتين ضد كل من مايكل بيسبين وسيبي دلوي تم بعد ذلك طرده من اليو اف سي. وكان ذلك قرار دانا وايت بأن ميلر لم يعد في مستوى المنافسة، وبعد عزله من اليو اف سي أعلن جايسون ميلر اعتزاله في سنة 2013، وبعد تعرضه لعدة مشاكل ومرور 4 سنوات من نزاله الاحترافي الأخير عاد جايسون للمنافسة من جديد في ماي من سنة 2016، وكانت عودته في منظمة فيناتور اف سي، وهي منظمة صغيرة، وكان الحدث منظما في إيطاليا. وكانت المفاجأة بميزان ميلر ب 207 باوند ب 24 باوندا أكثر من الميزان المطلوب في الوزن المتوسط. وبالرغم من الوزن الزائد فجايسون ميلر المقاتل الذي فاز على عدة أبطال كاروبي لولر وجروشي تعرض للإخضاع ضد مقاتل غير معروف يدعى ماتيا، وبسبب مشاكله المتعددة دخل نجم اليو اف سي السابق للسجن في غشت من سنة 2020. وكانت هذه سلسلتنا لأكثر 10 مقاتلين تعرضوا للإهانة خلال عودتهم للمنافسة، ونترككم مشاهدين ومع السلامة.